اتفقنا ان احنا هنتكلم عن السيده الحامل وعندها مشكله في اسنانها، هنتصرف ونتعامل معاها ازاي خصوصا اثناء فتره الحمل. خلينا متفقين ان الوقايه خير من العلاج، وان السيده لو عالجت اسنانها قبل فتره الحمل ده هيوفر عليها مشاكل كتيره قدام. طيب حصل اللي حصل ودلوقتي هي بتعاني من مشكله في اسنانها، هنتصرف ونتعامل معاها ازاي؟ هل هنسيبها تاخد مسكنات لغايه اما تولد؟ اصل البنج خطر عليها وعلى البيبي. الكلام ده غلط وغير صحيح. بدايه كده معظم دكاتره النساء فاهمين وعارفين ان البنج تاثيره ولا حاجه على الحمل او على الحامل، خصوصا ان بنج الاسنان بيكون موضعي وفي الفم فقط، بس احنا بنحب نخليه في الضروره القصوى بس. الخطر الحقيقي اللي بيخاف منه دكاتره النساء هو من الاشعه. عشان كده لما تزوري طبيب الاسنان فهميه ان انت حامل عشان يتجنب ان هو يعمل لك اي اشعه، وفي نفس الوقت يديكي من بنج معين مخصص امن على الحوامل. وعشان تطمني اكتر لما تروحي لطبيب الاسنان خليه يتواصل مع الدكتور او دكتوره النساء اللي انت متابعه معاهم عشان يتفقوا على امن حاجه ليكي. وفي الغالب انت مشكلتك بتبقى عباره عن ضرس فيه مشكله في العصب، بيبقى محتاج تدخل سريع وبس بحاجه بسيطه في جلسه واحده بيخليكي ترتاحي من الالم وتستغني عن المسكنات لغايه ما تولدي بالسلامه ان شاء الله، وبعد كده تقدري تستكملي اجراءات علاج اسنانك. انا النهارده جاي انبه على معلومه مهمه كبيره غايبه عن ناس كتير، اللي هي ان الحوامل بياخدوا كميه مسكنات كبيره عشان يتجنبوا الذهاب لطبيب الاسنان، رغم ان كميه المسكنات دي هي تاثيرها السلبي على الحامل وعلى البيبي اكبر بكتير من مجرد ابره بنج حجمها لا يتجاوز ال 2 مللي. ايه ده يا دكتور، يعني اروح لدكتور الاسنان عشان الوجع اللي عندي؟ طبعا ما تاخريش عن كده، ورب تقومي بالسلامه ان شاء الله. ارجو ان انا اكون افدتكم بمعلومه. كان معاكم دكتور عبد الرحمن سويل.